السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. في البداية أحب أرحب بالسادة المتابعين وأقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وكالعادة كل اللي يشرفني يدخل قناتي يبقى حد من عيلتي وأتشرف بيه دايما، ويا رب كده تقفوا جنبي لحد ما قناتي تكبر وأقدر إن أنا أقدم معاكم كل اللي أقدر عليه يا رب. طبعا هنا تجهيزات العزومة، يعني الحمد لله جبت كرومبة وقطعتها زي ما انتم شايفين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وبدأت ان انا اجهز بقى طبعا في الحشو. طبعا مجهزة معاكم المحشي ده او الملفوف قبل كده كم مرة، فطبعا عارفة ان كلكم عارفين بقى التركات بتاعته. فبدأت ان انا اجيب الطاجن لان انا هعمل محشي طاجن. هجهز بقى المحشي اعمله في الفرن زي ما قلت لكم الطاجن. طبعا هنا هنعمل بقى محشي الطاجن زي ما انا قلت لكم. تمام. بصراحة المحشي في الطاجن بيبقى طعمه حلو اوي، في الفرن كده بياخد وش، بصراحة بيبقى تحفة. يعني انا كنت باكله في الحلة كده بس رجحته بالطريقة دي. تمام. وينفع في العزايم بيبقى شكله حلو اوي. طبعا لو وصلنا لحد هنا متنسوش تدعموني باللايك والشير وكومنت حلو منكم كده، واللي ما اشتركش يضغط على زر الاشتراك فضلا وليس امرا. واهم حاجة عندي الاشتراك على اليوتيوب، لان زي ما قلت لكم انا بنزل الفيديو على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. فياريت كله يدعمني وتقولوا رأيكم في الطبخ وفي الأكل اللي أنا بعمله ده، واستحق كام لايك. تمام. طبعا أنا كنت عملت الرز وعملت البصلة زي ما أنا قلت لكم مرتة كده ببهارات محشي فلفل أسمر كمون كزبرة ملح. وبعد كده ضفت عليها الخضرة ناس بتسمي الخضرة دي الحباش وناس بتسميها خضرة مش عارفة. وبعد كده عملت الصلصة بقى اللي عبارة عن طماطم. حمرت بصل في الأول في الزيت وبعدها فصين توم، وبعدها نزلت عليها بالطماطم وتبلتها، حطيت لها ملح وفلفل وبهارات برضو، وسبتها لحد ما اتسبكت ونشفت. وبعد كده بدأت ان انا اضيفها على الرز والخضرة والبصل. طريقتها سهلة جدا، مفيش فيها حاجة صعبة ولا فيها اي افتكاسات. طبعا انا عملت في الصينية دي حطيت فيها اللي بيبقى يطلع من الكوسة ده، عارفينه؟ قلب الكوسة. فرشته في ارض في قلب الصينية من تحت، وحطيت عليها طماطم وبصل وفلفل اخضر. بس الصينية دي يا جماعة بعد ما حشيتها طلعت صغيرة، رجعت بعد ما خلصت حشو تاني بدلتها في الصينية اللي فيها الرز دي اللي فيها الحشو. تمام. بالله عليكم يا جماعة ندعي لأهل فلسطين ان ربنا ينصرهم ويكبر بخاطرهم ويبعد عنهم الكرب والهم اللي هم فيه ده يا رب. لأن كل يوم في مذبحة بجد بجد، والله الواحد يوميا بيبكي بسببهم وبعيط وبقول يا رب يا رب يفك عنهم الغم وعلى الكرب ده، وعاجلا قبل آجلا، ويقويهم على أعدائهم يا رب. يا رب يقويهم على أعدائهم وينصرهم على عشيرتهم، يا رب ينصرهم. كل ده لأهل فلسطين ان ربنا ينصرهم، لأن والله العظيم الواحد بيبكي عشانهم. يعني هنقول ايه؟ ربنا يصبر قلب كل مجروح يا رب. طبعا هنا كنت انا لفيت الكوسة زي ما انتم شايفين كده. تمام. بس طبعا الصينية جت صغيرة. بعد ما خلصت حشو خالص بدأت ان انا احطها في الصينية التانية اللي فيها الرز دي. طبعا هنا كنت انا برضو عاملة فرشة في ارضية الطاجن. هو ما شاء الله خلي بالكوا الطاجن ده كبير، يعني والله العظيم بعد العزومة فضل عندي اكل ما شاء الله. طبعا حبايب قلبي ربنا يخليهم لي يا رب، لاخويا الغالي ربنا يبارك لي فيه. بصراحة يعني الاخ سند فعلا بجد، ربنا يحميهم ويبارك لي فيهم. والله بقوا داخلين عليا، يعني ربنا يحميه مش مخليني نفسي في حاجة، والحمد لله. الحمد لله ربنا يبارك لي في عمرهم يا رب ويخليهم لي ويطمنا على الغايب. ويخلينا دايما سند لبعض وما يحرمنا من بعض ابدا، انا وانتم وكل السامعين. كل اللي له اخ او له اخت يحافظ عليها. الاخ ده نعمة والاخت نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني ما يبقاش في زعل، ما يبقاش في نفاق. الدنيا مش مستاهلة حاجة، بس تكفي ان الناس تدخل مع بعضها وتكبر بخاطر بعض. دي حاجة مش محتاجة كلام. فربنا يا رب يجعلنا دايما سند لبعض ونحافظ على بعض ونحمي بعض دايما وابعد عننا اي مكروب. اللهم امين. وارزق كل مشتاق بالذرية الصالحة يا رب. ايه رأيكم في اللفة الحلوة دي؟ ما شاء الله حاجة تستاهل بقكم. ما شاء الله حاجة زي العسل. طبعا لازم الواحد يعمل حاجة تشرف. هو والله العظيم ما كنتش عاملة حسابه وكده، بس الحمد لله ربنا بيسرها.
وطلعت من موجود وكده، وفي حاجات يعني مثلا كانت محتاجاها نزلت جبتها وكده، فالحمد لله. طبعا هنا بعد ما لفيت الطاجن بدأت ان انا اغطي عليه. حتى الطاجن ده انا بطلعه البتاع الغطا بتاعه اتكسر منه حته، بس قلت يلا مش مشكله شغال. تمام. هنا طبعا زي ما انتوا عارفين المواعين بقى وما ادراك من الكركبه بقى، معزومه يعني كركبه ومواعين واديله بقى. شفتوا بقى؟ يلا ربنا يعيننا ويقوينا. شايفين ابني قاعد يلعب في الاضاءه يطفي ويسرق. طبعا انا كنت بلف المحشي ده الساعه كام؟ الساعه 11 بالليل والله. والله كنت بعمله الساعه 11 بالليل. ده طبعا ده كان على بيات، لان زي ما انتوا عارفين بقى اليوم قصير، يوم الشتا ده قصير جدا، والواحد بيحاول ان هو يعني ايه يجهز حاجته، وكان الجو متكتك. والله كان الجو تلج. وعلى فكره يا جماعه انا ما بلبسش جوانتي في الطبخ، بس انا كانت ايديا متعوره. فكنت بعمل بفلاش وكده، فايديا كانت متعوره فمجروحه يعني، فما كنتش مستحمله بقى الصلصه، حتى ما كنتش عارفه اعمل حاجه بالجوانتي، وكل شويه عمال اقول يا اعمل ايه، اشيله ولا بس بجد جيت اجرب من غيره لقيت ايدي ولعت، قلت لا البس جوانتي. يعني انا عندي جوانتيات بس مش برضه استخدمها، ما بحبهاش. بحبش الجوانتيات في الاكل، هي صحيه بس مش لا. انا بحب انا المس الحاجه كده، بحس بها، بعرف مثلا ملمسها كده بايدي مش بالجوانتي. يعني اصلا احنا اللي هناكل الاكل ده، الكلام ده لو بيتعمل بره هقول لا مثلا بجوانتيات وكده، انما احنا مادام انا اللي باكل الاكل خلاص. انا بديكوا فكره، وكل واحد بقى حر في طريقته. طبعا دي الصينيه اللي كان فيها نقلتها. طبعا دي الكبيره اهو اللي كان فيها الرز اللي انا بحط فيها دلوقتي، على اساس ان المحشي برضو ياخد راحته وما تبقاش الصينيه ضيقه عليه. تمام. بدات ان انا ارص زي ما انتوا شايفين كده بالطريقه دي. طبعا كنت انا جايبه سجق، كنت جايبه كيلو وربع، حشيته زي ما انتوا شايفين كده، عامله الطبقين. تمام. كنت عامله محشي يعني مشكل كوسه وفلفل وشطه. لو جربتوا طعم الفلفل الشطه ده بصراحه خطير خطير خطير. واهم حاجه تجيبوا شطه كبيره زي اللي معانا دي، ما تجيبوش الا الصغيره دي لان مش هتبقى مستاهله حشو، انما الكبيره دي ما شاء الله ما شاء الله جميله. والجماعه ما اكلوا معايا يهمنا هنا بصراحه شكروا لها قوي. متبقاش حاره، لو انتوا مثلا مش بتحب الحاجه الحاره عادي بتغسليها وبتحطها، ما شاء الله الحراره بتاعتها بتروح مجرد ما بتحشى فيها الرز خلاص. تمام. ايه رايكم في بوكيه الورد ده بقى؟ ايه رايكم؟ استايل كام لايك بقى؟ كل يقول طباخه شاطره ولا مش طباخه شاطره اهو. والله الكل بيشهد لي يا جماعه بالطبخ وبنفسي في الاكل وكده. طبعا انا بلم في الحوض بقى اي وعي بعد الحشو بقى، كل ده هيتشال ويتغسل. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ صحة وعافية على قلوب اللي اكلوا يا رب كده، ويجعل دايما بيتنا مفتوح للجميع، ويا رب كده يعني ايه زي ما قلت لكم يجعلنا سند لبعض، وربنا يجعل الحب والمودة بيننا وبينكم وبين الناس كلها يا رب. محدش يبخل في حق حد يا جماعة، يعني محدش يبخل، اللي له أخت يحافظ عليها، واللي لها أخ برضو يعني دايما نحافظ على بعض. ما يبقاش في غل، ما يبقاش في حقد، ما يبقاش في قسوة. الدنيا مش مستاهلة والله، والله الدنيا مستاهلة. يعني أقول لكم إيه، كل حاجة بتتعوض ما عدا الأهل. طبعا هنا حطيت حلة على البوتاجاز، حلة تانية حطيت فيها مية عشان طبعا السجق. تمام. وبدأت ان انا انكهها، حطيت فلفل اسمر كزبرة كمون ورق لورا مستكة. تمام زي ما انتوا شايفين. العين التانية حطيت فيها برضو مستكة وحبهان ورق لورا. وبدأت ان انا اضيف اللحمة. طبعا ايه رأيكم في حتة اللحمة دي لسه جاية طازة، يعني دي بقى تاني يوم. يعني انا لفيت المحشي بالليل وصبحت تاني يوم بقى ايه جهزت ليه يوم العزومة بقى. طبعا كنت عاملة روتين معاكم الصبح اللي هو بتاع التنظيف، وده طبعا جهزت الحاجات دي اخر النهار. وده بقى ايه اللي هي بتاع يوم الجمعة يوم العزومة. تمام. ببدأ احط حبة بحبة كده عشان ايه اللي كله ياخد صدمة. انا بحب اللحمة تاخد صدمة قوي، مش بحبها تنزل طرية كده، تبقى طعمها حلو بجد. تمام. بعد كده بدأت ان انا اقطع بصل 4 تربع، وبرده طماطميتين 4 تربع. وبدأت ان انا برضو احط الفلفل الاسمر والكزبرة والكمون والملح بس، والسبع بهارات لو موجودة، بس مش دايما بستخدمها، بس انا بحب دايما الفلفل الاسمر والكزبره والكمون بس اللي في الحاجات دي. تمام. طبعا ده انا كنت ظهرت فلغيتها. هنا طبعا كنت انا حاطه الميه اللي هي المرقه بتاعه المحشي الطاجن اللي هيدخل الفرن. وهنا برضو الكوسه ببدا ان انا اضيف لها برضو المرقه بتاعتها، ولعت عليها عشان تستوي.
تمام. هنا ده ميه اهو، شايفين السجق ما شاء الله، والله ما في ولا واحده فكت مني خالص، مفيش ولا واحده فيهم فتحت نهائي. مجرد ما بينزل في الميه، اهم حاجه الحشو الصح والطبخ. صلوا على النبي يا جماعه، صلوا على النبي. حبايبي الحلوين، يا رب يديمكم نعمه في حياتي، وكل اللي دخل جديد عندي ربنا يصلح حالهم يا رب جميعا، واخواتنا وحبايبنا اللي فاتحين قنوات ربنا يبارك في عمرهم ويصلح حالهم، ويكبر قنواتهم كده يا رب، ويجعلهم من احسن القنوات، انا وانتوا السامعين، ويبارك في كل قريب وحبيب وغالي، ربنا ما يحرمنا منهم ابدا يا رب. وتقولوا لي بقى رايكم في الطبخ بقى، استايل كام لايك بقى في النقطه دي. طبعا انا في حاجات كتير ما عملتهاش معاكم، لان يعني ايه الفيديو، وقت الفيديو كده ما رضيتش ان انا اعمله طول عشان ما تملوش معايا، في حاجات يعني حذفتها منه. تمام. طبعا هنا دي هنعمل صينيه مكرونه بشاميل محترمه. هنا ولعت على السجق، ولعت على اللحمه، ولعت على محشي الكوسه والفلفل يستووا، وبقيت ان انا اضيف حاجات كده يعني، والله بقيت فريره فريره ورا بعض، والله ما قعدت. الحمد لله. هنا عملت طاجن رز بلبن برضو معمر او محمر، بس كده معمر، لا من غير لحمه، اني ما حطيتش فيه لحمه. تمام. ولا حمام، انا عامله اللحمه لوحدها والحمام لوحده. تمام. بدات ان انا جبت هنا طاجن رز، حطيت فيه شويه رز، وبعد كده ضفت عليه اللبن زي ما انتم شايفين، عملت طاجن رز بلبن محترم كده حلو. هنا كان الفلفل والكوسه استووا، واللحمه هنا ما شاء الله بوريكم يعني الحمد لله كله دخل على السوا، لان كان خلاص احنا داخلين على الصلاه بقى في الوقت ده، فلازم كل حاجه تكون جاهزه وتمام. وفي حاجات برضو طبختها ما عملتهاش معاكم، يعني عملت مثلا بسله باللحمه برضو لوحدها ما شاء الله كانت جميله جدا، وعملت رز، عملت برضو رز ابيض. تمام. قلت برضو يبقى تغيير للي عايز ياكل كده او ياكل كده، يبقى ده موجود وده موجود. وهنا محشي السجق، شايفين ما شاء الله الشكل، والله يتاكل حاف كده، مش محتاجه حاجه جنبه والله، من الدسامه والحلويات اللي فيه. طبعا هنا ده العصاج بتاع المكرونه البشاميل، بدات ان انا اعملها زي ما انتم شايفين. طبعا طريقتها سهله وطريقتها بسيطه، انا عارفه ان في واحده حبيبه قلب طلبتها مني المكرونه البشاميل، وهعمل لك لها فيديو لوحدها، معلش ان هي جايه في وسط الاكل وكده فما اديتهاش حقها كويس، فمعلش انا هعملها لك برضو في يوم لوحدها كده فيديو لوحده، عشان تشوفوا برضو طريقتها في الطبخ. تمام. هنا طبعا ده البشاميل زي ما انتم شايفين كده، طريقته سهله، لبن ودقيق وسمنه بس، لوحت 5 معالق سمنه ب5 معالق دقيق، وبعد كده حطيت عليها اللبن وقلبتها كويس، وما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. تمام. هنا حطيت رقه بشاميل في الارضيه، وبعد كده حطيت رقه مكرونه، وبعد كده حطيت رقه لحمه، بدات ان انا ازود اللحمه. تمام. عملت هنا رقه بشاميل ورقه مكرونه ورقه لحم، بعد كده انزل بالرقه المكرونه التانية، واحط عليها البشاميل ومعلقتين سمنه، مش بحط عليها حاجه تانية، لو في جبن بحط، بس في الوقت اللي ما كانش متاح عندي جبن حطيت معلقه سمنه بس كانت رهيبه برضو، طعمها حلو قوي. تمام. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ ايه رايكم؟ ده طاجن المحشي، شايفين عزومه تستاهل ولا ما تستاهلش؟ ده طاجن المحمر، وده طاجن الرز بلبن، وده طاجن المكرونه بشاميل اهي، شايفين والله وشها لوحده من غير اي حاجه. تمام. وهنا طبعا المحشي كنت انا بحمره. تمام. وهنا عملت شويه سمبوسه برضو فاض معايا عصاج، عملت شويه سمبوسه حلوين، وزي ما قلت لكم عملت برضو كوس بتاع بسله باللحمه، وعملت رز ابيض. ايه رايكم في الحلويات دي؟ برضو كنت عامله حمام، بس كل ده معرفتش ان انا اجيبه معاكم في الفيديو لان الوقت الفيديو طويل. وده كنتاكي، دبابيس كنتاكي انا اللي عاملاها، تبلتها وعملتها وسبتها تستوي على البوتاجاز، يعني كنتاكي مسويتهاش في شوربه، عملتها لوحدها كده. ده الحمام. هنا كان النور قطع فما كانش التصوير واضح، فايه رايكم بقى في العزومه دي؟ تشرف ولا ايه رايكم؟ انا عايزه كله بقى يقول لي ايه رايه، وطبعا اقول لكم ان احنا كده وصلنا في اخر الفيديو، واحب اقول لكم مع السلامه، واشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله، ويا ريت تدعموني باللايك والشير، وكل اللي ما اشتركش معايا في القناه يشترك، واشوفكم على خير ان شاء الله المره القادمه. مع السلامه.